السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي يوميات أم رمزي من غزة. إن شاء الله يا حبايبي يومكم مبارك بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم بدنا نعمل معاكم أكلة إلنا 10 شهور ما أكلناها. طبعا لحم دجاج. آه، متذكرة متذكرة إن أكلناها أول يوم في رمضان وإحنا في رفح. فاليوم جبنا جناح فراخ أو دجاج علشان نعمل لأولادنا ولا يعني لعيالنا أكل. طبعا فؤاد لما شاف لحمة الدجاج وهي فجاط أول ما أمه حطتها من الكيسة والباكيت بقولها هات بدي أدوق، وهي يعني مش مستوية. فقلنا قالت له لا يما هذا لسه غير نغسلها وننظفها وبعدين ناكل منها. طبعا بدنا نعملها صينية. أول حاجة حطينا في الحلة بصل، بعد هيك بنضيف عليها البطاطا. اقعد يا مودة. بعد هيك بنضيف البطاطا. صلونا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا بالله عليكم حجتكم من كل اشي يفرح قلبها، وألف بركة وخير في رزق كل اللي بدعمنا. إن شاء الله ربنا ييسر أمره، يكتر رزقه من وين ما كان، يكتر رزقهم، يبارك في رزقهم، ويبارك في ذريتهم، يبارك في صحتهم. كل اللي بدعمنا بدعم أهله في غزة ويفرحهم ويخفف عنهم. طبعا بدنا نحط لحم الدجاج فوق البصل والبطاطا، وبعدين أضيف عليه شوية. طبعا اللحم تبلناه توابل، ملح، أي يعني التوابل اللي كان موجودات عندنا حطيناهن على جناح الدجاج. وبدنا نعملهن طبعا صينية ونتغدى بعد غياب طويل عن لحم الدجاج، تقريبا 10 شهور. الله المستعان. إن شاء الله رب العالمين يفرجها على كل أمة محمد بجاه نبينا محمد، على كل متضايق، على كل يعني ربنا يعطي كل مسلم الفرج اللي يريح باله ويريح نفسه. وهي حجتكم بترص باللحمة على البصل طبعا والبطاطا، وشوفوا ايش راح تعمل بعد هيك. ولا تنسوني بالله عليكم من لايكاتكم، من مشاهداتكم. بدي اشتراكات جديدة لقناتي، بدي دعمكم على ميزة شكر علشان تفرحوا أهلكم في غزة. وبعد هيك طبعا الحين بيجي موال النار اللي ربالنا. يعني ايش بدي احكي. الواحد لما نقوم بده يولع نار بعمل إلها 100 حساب، لأنه ما طبعا بنشتري حطب بس ما في أكياس أو نايلون أو بلاستيك نحط عليها. طبعا الحطب ما بولع لحاله. الله المستعان. إن شاء الله رب العالمين يفرجها ويوصلنا دور الغاز. هينا بنستنى فيه بفارغ الصبر. الحمد لله رب العالمين، نحمد رب العالمين ونشكر فضله على كل اشي. وهي حجتكم ركبت. طبعا حطيت حبتين بندورة على الوجه علشان يعني علشان الطعم. البندورة في الأكل بتعطي نكهة للأكل. وخليتهم هيهم على النار لما يستووا إن شاء الله.
وأحلى صينية دجاج من إيدين حجتكم، طبعًا حطينا جنبها حمص، وطبعًا خبزنا لها والله يا حبايبي خبز ساخن، بس ما صوّرنا الخبز علشان ما نطوّل عليكم في الفيديو. صلّوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمان مرة بشكر وربنا هيك يكرم وييسر أمر كل اللي بدعم حاجته وبفرحها وبحط الفرحة في قلوب أهل غزة. طبعًا يعوضونا عن السنين، 2.5 سنين وإحنا في مرمطة، في إيش بهدلة. رب العالمين أعلم إيش بنعاني وإحنا قاعدين في هالخيام. الحمد لله بنحمد ربنا وبنشكر فضله. لا تنسوا بالله عليكم الحج، استنوني في روتيناتي عشان تعلوا قناتي، وربنا يكرمكم إن شاء الله باللي فرح قلوبكم. وهي بعد ما اتغدينا طبعا كنا نجيب كولا نشرب، نجيب يعني فانتا بيبسي، بس الحين هذا الكلام ما في منه، طبعا غالية ما بنقدر نشتريها، فعملنا براد الشاي بعد الأكل. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين. وكل اللي بيقول لي ادعي لي يا حج، والله بدون لا تقولوا، يعني لا تسكروني بإني أدعي لكم. أنا والله دايما وكل وقت بأدعي لكل متابعين قناتي. وهيك استوى شاينا، تعالوا اشربوا معانا أحلى كاسة شاي غزاوي. شكرا كتير لكل متابعين قناتي.